السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم. إن شاء الله راكم كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. أقدم لكم اليوم ضمن الوصفات التقليدية كسكس بالكرنب، يعني ما شاء الله وصفة رائعة صحية مفيدة، ووصفة شتوية بامتياز مع كسكاز الشعير أو طعام القمح الأسود. ما شاء الله وصفة رائعة وصحية ولذيذة ومفيدة أيضا. شوفوا معنا النتيجة. الكسكاس تاعنا على حبة والخضار تاعنا طابت ما شاء الله بهذا الشكل الجميل بمكونات بسيطة تحسوا بذوق الطبيعة. بهذا الشكل ان شاء الله تكونوا تعرفوا هذه الوصفه، ان شاء الله تكونوا طيبوا الكسكاس بالكرنب بهذا الشكل الجميل. هاي لكم معنا النتيجه. طريقة التحضير سهلة وبسيطة. شوفوا معنا المرق وهنا نفور الكسكاس بطريقة يعني الناس كامل تعرفها. شاركت فقط معكم بعض اللقطات بهذا الشكل. نفور الكسكاس تاعنا مرتين، وهنا بعد ما طاب الكسكاس تاعنا نديروا له زيت زيتون ونحركوه جيدا. شوفوا ما شاء الله القوام تاعو يعني على حبة متفرد بهذا الشكل الجميل. ان شاء الله تخليوا لي في التعليقات اذا كنتوا تعرفوا هذه الاكلة، ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تعجبكم قناتي. الى وصفات اخرى والسلام عليكم.